في صورة ليا عامل كده، خلي بالكوا عشان الصورة دي رسالة لكل واحد. أنا مش هقول حصل له إيه ده، مخه تعب وافتكر إن محمد فؤاد ده حد يعني مش هنرد غير بإيه؟ وأنتوا جمهوري أقسم بالله لو ما رفعت راسكم فوق ما استاهل أبقى محمد فؤاد من الآخر. مش كلام، انا مش عايز اسخنكم، يلا بينا عايز اسخنكم، بس انا منزل لهم اغنيه خفيفه كده عشان ايه، يقول لك يا نهار ابيض الحق هو ده اللي احنا مستنيينه، هو مش عارف ايه والكلام الجو اللي انتوا عارفينه ده. بس جنبها اغنيه كويسه جدا جدا يعني، بس واحده اللي هي بص كمان عرفوا ان فوقش اللي عياطكم اللي خلى مصر كلها تطمنا عليك، تحس احساس يخش قلبها، هو اللي ضحكهم في كمانانا، وهو اللي ملوش ملكه، هو اللي ايه ملوش ملكه. هما بيحاولوا يتشعبطوا في محمد فؤاد، مالكوش دعوه بيهم بقى وما تركزوش معاهم، ركزوا بقى في اللي جاي. انتهى خلاص، مفيش تاني، مفيش قعاد تاني ان شاء الله. وبشكركم ان انتوا استحملتوا الحاجات دي واقفين جنب فوقش. مش هقول لكم بص، مش عايز اتكلم، اسمعوا الشغل. انا كل ما اخش بيتنا لوحدي واطفي النور الاقي صورتها ماليه الاوضه والمرايات. حتى كده قالوا لي اعمل وما اعمل لك، جابوا لي بخور وبخرت لها ظهرت لي في حاجات وحاجات. عملوا لي زر برضه ما طلعتش، قاعده لي في البيت وبملح وميه في الشقه كلها رشيت برضه ما فيش فايده. الظاهر ان انا حبيت بس يومين. اسمعوا الاغنيه دي، واغنيه تانيه اسمها في قربك دي لكل ست قمر بتحب جوزها او خطيبه بتحب خطيبها. لا كله لا هو خلي بالك اللي مضايقنا منهم ان هم بيحبونا قوي، وهم يستاهلوا الخير والسلامه يعني بجد. تسيبها لكل بنت في مصر، كل ست في مصر، كله سقف لهم جامد.